المصرية للاتصالات يقصي النادي الأهلي من بطولة كأس مصر بعد الفوز 2-1. أنا بجد فرحان جدا جدا في خروج الأهلي لكذا سبب. أول سبب إن دي مفروض البودرة بتاعت الأهلي، والناس من زمان بتقول إن البودرة بتاعت الأهلي موجودين ومش موجودين وفرقة ومش فرقة. ده أثبت إن بودرة النادي الأهلي كلهم ما يصلحوش إلا سيحة، بصراحة، ياسين مرعي، الشحات، وطاهر محمد طاهر قبل ما يطرد وقبل ما يبقى وقبل ما يعمل الخطأ الكارثي اللي عمله. دول الاربع لعيبه اللي لعبوا النهارده في الماتش بمنتهى الصراحه، بمنتهى الصراحه والامانه. ما فيش حد. ممكن اشرف داري شويه، بس اشرف داري كده كده اصاباته كتيره فمالوش اي 80 لازمه. لكن لا عمر كمال ولا كوكا ولا احمد رضا بديل فقط لا غير، لكن ما ينفعش يلعب اساسي. اهو اساسي ماتشين ولا الهوا. مس باص كتير، مفيش قرار صح بياخده، مش قاري الملعب صح. يعني انا بيتهيألي لو كان لعب مكانه ابراهيم اللي هو المحترف بتاع الاهلي اللي لعب في ماتش غزل المحله كان قد احسن منه. اقسم بالله العظيم كان قد احسن منه لو كان لعب النهارده من اول الماتش. آه كوكا، انا مش عارف يعني. انا اصلا من زمان متحفظ على وجود كوكا اصلا في النادي الاهلي، وما كنتش مقتنع. انا كنت مقتنع بوجود كريم الدبيس احسن منه في المكان بتاعه. وفي خط النص في 1000 بديل في خط النص، اساسيين في خط النص. ده رأيي الشخصي ووجهة نظري الشخصية انا. محمد شكري نفس الموضوع برضو. انا كان في رأيي ان كريم الدبيس احسن من محمد شكري. علي معلول اللي احنا سبناه، علي معلول اللي احنا سبناه احسن من شكري واحسن من كريم الدبيس واحسن من كوكا. علي معلول احسن من الاثنين. فده رأيي الشخصي ودي وجهة نظري الشخصية. جراديشار نسي الكرة. محمد شريف برضو ما بيفوقش غير على ماتشات معينة، ما ليش في ماتشات كلها، بيفوق على ماتشات معينة بس، واهمها ماتش الزمالك. نخليه عشان يلعب ماتشات الزمالك بس. فمحمد شريف كده. لكن جراديشار لا يصلح يكون مهاجم الاهلي بعد لما شفنا المهاجمين. يعني احنا وسام كان موجود وهو كان بديل. كانت معوضه والاهلي كان بينزل وكان بيلعبه وكلام كتير كده، ماشي تمشي وتقول لكن هو مهاجم الاهلي الموجود هو او محمد شريف لا. والف لا، والف لا. يعني أنا لو اعتمدت على حد من الناشئين اقول انا اعتمدت على حد من الناشئين وهو ده المستوى وعايز احافظ على اللعيب، هقتنع بالكلام ده.